طواحين هواء على مرمى البصر، إنه المنظر الذي يطالع الزائر لمدينة طرفاية جنوبي المغرب. الأشغال هنا متواصلة ليل نهار لإعلان الافتتاح الرسمي خلال أسابيع للمحطة الريحية لطرفاية، محطة يفتخر بها المسؤولون المغاربة كأكبر مزرعة لطواحين الهواء في إفريقيا بكلفة تناهز 450 مليون يورو. الآن تندخلوا الطاقات المتجددة أساسا الشمسية والريحية والكهرومائية فيما نسميه بالباقة الطاقية، لأن هي اللي غتسمح لنا باش نخفضوا التبعية الطاقية ديالنا على المستوى الدولي. في المجال ديال الطاقة الريحية المغرب من الدول في العالم اللي عنده أحسن إنتاجية في الطاقة الريحية، بحيث أن عندنا بعض المناطق في المغرب يمكن تكون الكلفة أقل من ثمن الفحم الحجري، وهذا رقم غير مسبوق على المستوى الدولي. احنا عندنا خارطة الطريق، يعني من 2020 غادي نكونوا إن شاء الله تجاوزنا 2000 ميجاوات ديال الطاقة الريحية. تفاؤل المسؤولين المغاربة يعززه الإعلان قريبا عن اسم الفائز بالعطاء الذي طرحه لإنشاء 5 محطات مماثلة لإنتاج طاقة الرياح. نتوفر على الدينامية بفضل القانون رقم 913 الذي يسمح للمستثمرين بأن يؤسسوا حقولهم للطاقة الريحية وأن يبيعوا منتوجهم لزبائنهم. إذن المغرب كما تم الإعلان عنه خلال الأيام الأخيرة يأتي في مقدمة الدول الإفريقية، وطموحنا أكبر لأننا نريد أن نكون من ضمن البلدان الأوائل في العالم في هذا الميدان. ويهدف المغرب من خلال هذا المشروع توفير نحو 50% من احتياجاته من الطاقة بحلول عام 2020 وتنفيذ خطة إنتاج 4000 ميجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. إنها أكبر محطة للطاقة الريحية في المغرب وفي إفريقيا، حيث أن بإمكانها أن تنتج 301 ميجاوات، أي ما يشكل 15% من هدف المغرب للحصول على 2000 ميجاوات في حدود عام 2020. إطلاق هذا المشروع الطموح وإنشاء 5 محطات مماثلة لمحطة طرفاية لإنتاج طاقة الرياح هاجس يسكن المسؤولين عن قطاع الطاقة في المغرب، في بلد ليس له احتياطات من النفط أو الغاز، لكنه عثر على ضالته في الطاقات المتجددة.